صعبة. احنا خلينا متفقين يا جماعة، صعبة. مش عايزين نداري ونقول عادي، ولا صعبة، ما تنكرش ان هي صعبة بالنسبة لك. واهلا بيكم النهاردة في حلقة جديدة. والنادي الاهلي يفوز على انبي في نصف نهائي كأس مصر ب3 أهداف مقابل لا شيء. 3 أهداف، وكان أجملهم الهدف الثالث اللي هنتكلم عليه بالتفصيل. طبعا بداية مودست مع النادي الأهلي، وبداية التهديف لإمام عاشور مع النادي الأهلي اللي بنوجه له تحية. طبعا بنردها له زي ما هو بدأها معانا. الثلاثية اللي ابتدت بعلي معلول والتألق الكبير اللي شهدته المباراة من مان اوف ذا ماتش بالنسبة لي محمد عبد المنعم، اللي هنتكلم النهارده عليه حبة حلوين قوي. ولكن معلش يا جماعة، احنا دايما عارفين ان ختامها هو اللي بيبقى مسك، ولكن هنخلي المسك يبقى محمد عبد المنعم. ولازم نبتدي في البدايه بامام عاشور، لاني مش هستحمل ان انا استنى شويه في الحلقه عمال ما اتكلم عليه، لان اللي امام بيعمله بالنسبه لي هو خارج عن المنطق، وانا عقلي مش قادر يستوعبه. مش فكره ان هو بيعمل اسيستات او ان هو جاب جول، لا لا، الظروف اللي جه فيها امام عاشور واللي تعرض له امام عاشور من ساعه ما جه للنادي الاهلي، الرد اللي بيرده امام عاشور على كل ده بهرني. انا بهير انبهرت. امام عاشور ده حقيقي يا جماعه، شابو 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 شابو. امام عاشور مش على مستواك يا امام، لان مستواك احنا كلنا عارفينه، وعارفين ان انت كواليتي عالي، ولكن على دخولك السريع في الاجواء بتاعه الفرقه، في ان انت رميت كل المهاترات اللي قاعده بتحصل حواليك دي، وكل الكلام اللي بيتقال عليك، واي انتقادات بتتوجه لك سواء من اعلام او سواء من جمهور المنافس، وانت رميت كل ده وريلاكس خالص. تحس امام عاشور قاعد في المالديف، اللي هو ولا في دماغه. لاعب في خط وسط نادي الزمالك اسمه دونجا، داخل تقريبا في ال20 يوم قاعد بينزل حاجات عن امام عاشور، رقم 8 للرجال فقط، ونزلها كذا مره، وينزل ستوريز الناس منزلين له كلام ان هو بقى اللي فات راح وعلى امام يعني، وان هو ايه الجمدان ده واجمد مليون مره ومش عارفه ايه. قاعد بيعمل الحوارات دي. انا من كتر النضج اللي وصل له امام، ومن كتر ما انا شايفاه هادي وريلاكس وداخل في الاجواء ولا في دماغه، انا اكاد اجزم ان امام ممكن يكون مش سامع عن الحوار ده اساسا. يعني هو انا متاكده ان ممكن امام ما يعرفش الهبد اللي قاعد بيحصل في البيتجات وبتاع دونجا، وينزلوا له الستوريز والكلام ده كله. وطبعا كلنا عارفين ان دونجا يعني مش هقولك ما يجيش ربع، ما يجيش عشر امام عاشور، والزملكاويه ذات نفسهم عارفين ده كويس قوي. اي حد هيقول غير كده من الزملكاويه، احنا خلينا متفقين ان ده هيبقى بيزور حقائق، لانه هو عارف من جواه امام ايه، وعارف ان دونجا ما يجيش اي حاجه جنب امام. ولكن طبعا هو دونجا ما شاء الله هو عارف السير الصح لوصول لقلب جمهور الزمالك، هو عارف ده كويس. بس هو الفكره بالنسبه لي والمضحك ان انت مهما حاولت ان انت تخبي وتقول دونجا، وتحاول تخبي وتقول كلام على امام، انت امام في كل مره بيتالق فيها، في كل مره بيعمل اسيست حلو فيها، في كل مره زي النهارده جاب جون. النهارده انتوا فاكرين الموضوع عادي كده بالنسبه لهم مستحيل. طبعا بتكلم على فئه معينه من جمهور الزمالك، في فئه محترمه جدا، ولكن انا بتكلم على فئه هم عارفين نفسهم، الموضوع مش هين عليهم. كل مره هيتالق فيها امام هتبقى بالنسبه لهم مرار، يعني بالنسبه لهم وهم باصين مش بيبقوا مصدقين اساسا ان امام بيلعب دلوقتي في الاهلي. فكل خطوه ناجحه هياخدها امام يبقى الموضوع صعب عليهم قوي. ولكن عليك ان تتكيف مع هذا الامر، لان من الواضح ان صاحب الرقم 22 سيعتاد على التالق الفتره القادمه. فشكرا جدا ليك يا امام على تالقك السريع مع النادي الاهلي، وعلى بصمتك اللي بقت واضحه. انت نزلت 5 دقائق، انا اتمتعت من اكتر الدقائق اللي اتمتعت فيها طول المباراه. فشابوه ليك يا امام، واتمنى ان انت تستمر على المنوال ده. طبعا افتتحنا المباراه، طبعا النادي الاهلي حصل على ركله جزاء صحيحه ويسددها ملك الحلول علي معلول، بيدخل ويحط علي معلول الهدف طبعا، وبيحتفل مع جمهور الاهلي عشان يعلن عن الهدف الاول للنادي الاهلي. وعلي معلول ريحنا جدا، لان ماتشات انبي من الماتشات اللي انت لما بتسجل فيها بدري او في الشوط الاول بتقدر ان انت تسجل فيهم سكور كويس. فريحنا علي معلول في الشوط الاول ويسجل الهدف الاول. بنيجي الشوط الثاني عشان يجي مودست ويسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي. مودست طبعا فكره ان هو سجل هدف مع النادي الاهلي دي كويسه جدا، لان دي ايه بيفتتح بيها ايه مشواره مع النادي الاهلي وبدايته ومسيرته مع النادي الاهلي. ولكن انا لسه مستنيه من مودست حاجات كتير قوي، يعني مش هقعد اقول لكم، ولكن هو اللي بيقولوه صراحه حقيقه، بس انا مش حابه ان انا اقعد اتكلم في ده كتير. هو الكره هو شايطها بره اصلا، يعني هي سمنت اللاعب بتاع المدافع بتاع انبي هي اللي خلتها تدخل الشبكه. ولكن انا مش عايزه اخبط في مودست، هو لسه جاي، انا مش هقعد احكم عليه من اول ماتشين، وهو اكيد ان هو هيفيد النادي الاهلي قدام، خصوصا ان هو طويل، ممكن
يكون مش باين بس في اول مباراتين بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن انا متاكده ان هو ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى احسن. وقاعده بقول كده عشان انا عايزه استبشر خير، انا بقالي كتير مستنياك لو ما تخذلنيش لو سمحتي، انا ما بقاش ده كله قاعده مستنياك وفي الاخر ما تبقاش على المستوى اللي انا عايزاه. لا انا واثقه في مودست باذن الله، وبلاش نقول ان الكره كانت هتطلع بره وبتاع، لا ما فيش الكلام ده. هو بص هو من عند ربنا، ما هي كانت ممكن تطلع بره، ولكن هو ربنا يعني هو كتب له ان هو يجيب جول النهارده مع النادي الاهلي عشان ايه؟ يفتتح بدايته مع النادي الاهلي. طبعا احتفل بنصر النادي الاهلي، فشكرا جدا ليك يا مودست. ولكن نيجي بس في النص كده لمحمد عبد المنعم. الفكره ان انا قبل الحلقه ببقى ساعات بقعد احضر يعني، او دايما تقريبا بقعد احضر انا هقول ايه في الحلقه، وبكتب زي سكريبت كده. انا وانا قاعده بتكلم او عايزه اتكلم عن محمد عبد المنعم وبشوف انا هقول عنه ايه، مش لاقيه يا جماعه، يعني مش لاقيه تعبير يوصف اللي محمد عبد المنعم بيعمله. مش بس فكره ادائه، لا وفي سنه يا جماعه. شوفوا بسم الله ما شاء الله، شوفوا التجانس ده او شوفوا المعادله دي، هو عامل معادله. سنه صغير، شخصيه قويه جدا، اداء رائع، احسن من احسن المدافعين اللي انا شفتهم في تاريخ النادي الاهلي يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على محمد عبد المنعم. احنا كان بقالنا كتير قوي يا جماعه مفتقدين فكره المدافع اللي بيطلع من الكره من تحت، وان هو بياخد دايما ريسك وهادي وبيلعب كره على الارض ورجليه حلوه في الملعب، مش جو التطفيش واي كره يطفشها، لا عادي الكره بتجيله، لا بيعمل تمريرات كويسه جدا، بيعمل تمريرات حاسمه. كنا مفتقدين لفكره المدافع اللي بيحسم مباريات، ما كانش لسه في ذهننا. ولكن محمد عبد المنعم طبعا في اخر انترفيو طلع فيه واتكلم، طلع وقال هو اصلا كان مهاجم، فاحنا عرفنا سر الرأسيات هي جايه من ايه، من محمد عبد المنعم. ولكن عامل كوكتيل رائع محمد عبد المنعم، بسم الله ما شاء الله عليه. بالنسبه لي هو مان اوف ذا ماتش النهارده. وانا في حاجه ببقى دايما نفسي اقولها بس بتضايق وانا جايه اقولها، ان فكره ان عبد المنعم يا جماعه والله العظيم بالنسبه لي يلعب في اي فرقه في اوروبا، وهيلعب في اي فرقه في اوروبا، لانه اول حاجه عنده شخصيه قويه في الملعب. احنا ممكن ساعات بنتضايق من فكره ان هو نحس غرور شويه، لا هو غرور بس فيه ثقه. الثقه دي في سنه ده مع مستواه ده هتعمل، او هي اوريدي عامله كوكتيل رائع لمحمد عبد المنعم، اتيتيود رائع لمحمد عبد المنعم. وطبعا انا ما بحبش اقول فكره ان هو يلعب في اوروبا دي، لان انا ما اتمناش ان هو يسيب النادي الاهلي. ولكن محمد عبد المنعم لو طلع بره النادي الاهلي وراح في فرقه بره في اوروبا واحترف، انا متاكده مليون في الميه ان هو يعني هيعمل تالق كبير، وده هيبقى شرف ليه وشرف للنادي الاهلي ايضا، لانه هو طلع لاعب زي ده. فاستمر يا عبد المنعم، ومبسوطين جدا منك من المباراه دي لانها فعلا كانت مباراه كويسه جدا منك. لكن قبل ما اختم بقى هتكلم معاكم في موضوعين مهمين جدا. اول موضوع فيهم وهو مسؤول الاسماعيلي، طبعا يعني هيطلعوا يقولوا ايه يا جماعه، اصل الماتش الجاي اسماعيلي، بيطلعوا هم يقولوا ايه مثلا، هيطلعوا يتكلموا عن المباراه؟ لا يا جماعه احنا عايزين بقى الاهلي يلعب في اسماعيليه، الجمهور بتاعنا بيتبهدل يا جماعه. طب ما انت بتلعب مع المصري ماتشين في برج العرب، يعني الجمهور بتاعك ما بيتعبش في الماتشين دول؟ يا هم بيتعبوا في ماتش الاهلي يا هو الاهلي اللي تعبهم، المصري ما بيتعبهمش ليه بقى؟ ما انت بتلعب مع المصري برده، مع انكم انتوا لازقين في بعض، بورسعيد واسماعيليه وبتلعبوا في برج العرب. يعني انا سبحان الله انا مستغربه ان الاهلي، جمهور الاهلي والاهلي هو اللي بيتعبكم في السفر. انا بجد مش فاهمه النقطه دي. يعني انا يا جماعه نفسي يبقى في افكار كرييتيف، يعني المره الجايه شوفوا موضوع جديد. يعني مش هقول كل مره هنلعب في اسماعيليه، انت عارف بيحصل ايه في اسماعيليه، يعني انت عارف انا عملت فيك ايه كتير في مباريات هناك في اسماعيليه. ودي انا مش هقعد اتكلم على السكورات اللي احنا عملناها قدامكم هناك في اسماعيليه، مش هتكلم عن النقطه دي. ولكن ما هو جمهورك هو السبب. انت بتقول جمهورك هيتعب لما يروح والكلام ده كله، طب انت جمهورك هو السبب. جمهورك هو لما احنا بنروح هو اللي كان بيكسر اتوبيسات اللعيبه، وهو اللي كان بيعرض حياه اللعيبه للخطر، ولا هو اللي انا غلطانه مثلا؟ انا فاهمه. انت خلي جمهورك يلتزم، الامن ساعتها هيوافق ان احنا نلعب في اسماعيليه. موضوع بسيط جدا، موضوع بسيط جدا، وانت ما بتخسرش مني عشان انت انا ما بلعبش في اسماعيليه. انا ياما لعبت في اسماعيليه وياما كسبتك وبنتائج انت عارفها كويس قوي. فده الموضوع الاول. نيجي للموضوع الثاني. هشام نصر المرشح لمنصب نائب رئيس نادي الزمالك طالع وبيقول لاداره الاهلي ان احسنتم احسننا وان عادتونا عادناكم. حضرتك احنا دي مش حرب ما بين الفرس والروم يعني انا بس دي رساله حابه اوصلك، هو مش ما بين الفرس والروم. يعني انا حاسه الجمله، يعني حاسه موضوع مش لايق على فكره انديه، ده مبدئيا. ثانيا احنا مش بنعادي حد. هو مش حضرتك تقريبا كنت رئيس اتحاد كره اليد اللي وجهت كل اللعيبه الكويسين في مصر للزمالك؟ دلوقتي انت متضايق لو الاهلي خد لعيبه من الزمالك، يعني هو ده اللي مضايقك؟ طب انت كنت بتعمل كده وانت رئيس اتحاد كره اليد، انت كمان مش في منصب في نادي الزمالك. طب احنا على الاقل احنا فرقه وده رئيس نادينا ودي ادارتنا وهم بيعملوا لمصلحه نادينا. لكن حضرتك بقى كنت رئيس اتحاد كره اليد، المفروض انت لمصر كلها مش لنادي معين. كنت بتعمل لمصلحه ولصالح نادي واحد ليه؟ نادي معين ليه؟ فبص على حضرتك الاول، بعد كده تعالى اتكلم معانا يا جماعه. المشكله ما بتبصوش على نفسكم، باصين بس في ورقه الاهلي. طب ما نبص في ورقتكم، لان في بلاوي كتير. شوفوا البلاوي اللي موجوده، شوفوا اللعيبه ليه بتمشي من عندكم وبتدور على فرق تانية بتروح للاهلي،
وانت لعيبتك مش هتسيبك لو انت كويس، فركز ان انت تطور من النادي بتاعك، دي اهم حاجه. ودي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى الحلقه النهارده تكون عجبتكم. كانت معكم طه النجار، مع السلامه.